معايا رسالة بتقول: أنا دينا، عندي 25 سنة ومطلقة. اكتشفت إن جوزي بيخوني مع زميلته في الشغل، وهي كمان بتخون جوزها، يعني هي كمان متجوزة. بس قبل ما اتطلق فضحتهم في المكان اللي بيشتغلوا فيه، وبعت المسجات والفويس اللي بينهم على جروب الشركة، وجوزها عرف وضربها وطلقها ورماها في الشارع وخد منها الولاد. اللي غيظني بقى بجد إن جوزي اتجوزها واشتغل في مكان تاني وقعدها في البيت وستتها، وسمعت إنهم مبسوطين على الآخر. إزاي الخاينة الظالمة هي اللي تعيش في سعادة وأنا اللي اتظلمت أعيش مقهورة؟ إزاي كده؟ انت زقتيه يتجوزها. اللي انت عملتيه ده حضرتك، والفضيحة اللي انت عملتيها هي دي كانت أول سبب إنه لازم يتجوزها. الانتقام ما بيريحش، ودي أكبر دليل أهو. ما انت انتقمتي، ما انت فضحتيها وفضحتيه في شغلهم وعند جوزها وبهدلها واتضربت واتمرمطت. ارتحتي؟ انت ما ارتحتيش. الانتقام ما بيريحش. وعموما فضح الستر أنا مش معاه. بس كمان بقى لما عملتي كده وجوزها طلقها، كان أقل حاجة يعملها جوزك بقى الخاين طبعا إنه يبقى راجل بقى يعني مرة في حياته، فكان لازم يتجوزها. ولا هيبقى الوضع إيه؟ فبالتالي هو اتجوزها. والتصرف اللي انت عملتيه ممكن يكون هو التصرف اللي أثبت له إنه ما كانش ينفع يعيش معاكي، وقعد يقول لنفسه دي شريرة من أول يوم، صح إن أنا طلقتها. فعلشان كده هو على حد قولك عايز سعيد، والله أعلم. بس هو الحقيقة يا بنتي اللي حصل ده كله مش صح.